بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الحبيب المصطفى أشرف الخلق سيدنا محمد على نهج الحق وكلمة الحق دائما مجتمعين ودائما مستمرين بحبكم ودعمكم يا أحلى ناس في الدنيا وأحلى عيلة وأحلى سند. وفقني الله ووفقكم لما فيه الخير. كلمة حق هنقولها بعد ما النهاردة هنفتح الصندوق الأسود لأم روضة وريتاج ونقول لأم جنى احنا اسفين غلطنا في حقك، او هتكلم عن نفسي. اسف يا ام جنى غلطت في حقك وظلمتك، ان انت اللي كنت ظالمه اختك. بس اتضح الامر بعد التواصل اللي وصلني النهارده من بعض الاخوه، وكمان في قنوات باعترافات رسميه عن اخطاء ام جنى الكارثيه ونكران الجميل. والكلام قلت اطلعه لكم قبل ما ينتشر على اي قنوات، لان الكلام جالنا مباشر، واتأكدنا كمان من وجود قنوات فعلا متضررة من ام روضة بالفعل. حقيقة مش كلام. ام روضة اللي كلنا استعطفناها وقلنا عشان تربي عيالها، وقلنا لا ده طيبة ومش هتعمل زي غيرها ومش هتعمل زي ام جنى اللي طردت المتابعة واللي كانت طالبة دعمها لها قدام البيت، وام جنى طردتها. لا 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 لا، الظاهر ان الموضوع في العيلة بتاعت ام جنى وام ريتاج داير نفس المشكلة. ام روضة ريتاج بعد ما في ناس فتحت بابها واذرعها وبيتها وحياتها لها وساعدوها وسندوها ووقفوا جنبها، كان ردها الرد الأسوأ والرد الغير منتظر. كمثال بعض القنوات يوميات بيتنا المتواضع تقريبا، ام عمر، والقناة التانية برضو نفس المشكلة، مطبخ هدى اكلات مصرية، بين قوسين كلمة اكلات مصرية عشان بتبقى فيه لخبطة في العناوين. والقنوات اللي وقفوا جنب ام روضة وسندوها مساندة كبيرة جدا جدا، لكن كان ردها عليهم بعد ما ربنا اداها بس نبذة صغيرة كده من الخير، وبدأت قناتها تجيب مشاهدات، وبدأت انها تتعرف انها عشان اخت ام جنى وكلام من ده. وكمان لما طلعت واستعطفت الناس بالدموع والكلام المتزوق وحبيبي امين، وكلنا استعطفنا بصراحة الأمر، وكلنا شككنا في أسلوب أم جنى، وإن أم جنى بتضرها، وأم جنى عايزة تقطع عيشها، وأم جنى مش عايزة لها الخير. دارت الأيام ولفت الأيام، إن الله يمهل ولا يهمل. بعد أيام ما عدت وأم جنى فعلا، أم روضة بدأت فعلا ترتفع مشاهداتها وترتفع قناتها ارتفاع ساحق بالنسبة لأي قناة مبتدئة، ويجي لها كمان دعم وتبرعات من دول الخليج. قالت لك بس بقى خلاص مش محتاجه حد بقى من الناس اللي كانوا بيدعموني دول، خلاص بقى سيبك منهم، اللي يتواصل معايا شوطه. طيب فجأة طلعت قناة ام عمر ديت واتكلمت في بعض النقاط، ما طلعتش اتكلمت على طول بعدها على طول على اساس قلت اتاكد، لكن جات لي الصدمه والمفاجاه ان ام روضة وريتاج استغلت الناس فعلا باسلوب التعاطف، ان يقفوا جنبها وراحت لهم بيوتهم وزارتهم وكلت عندهم وشربت عندهم. بس الموضوع اختلف. ان خلاص بقى في حاله من الغرور. خلاص انا سكنت في شقه جديده وعندي ناس من متابعيني خلايجه وبيبعتوا تبرعات والدنيا رايقه ومرتاحه، وطالما الدنيا رايقه ومرتاحه ليه اشغل دماغي بيكم ولا اقف معاكم ولا ساندكم؟ حتى لو كنتوا ساندتوني. كان ردها صعب جدا. حتى الانسانه اللي وقفت جنبها وكانت بتحاول تعمل لها كل شيء يريحها، قابلتها مقابله صادمه بصراحه، ما كانش غير متوقعه. والناس اللي اتواصلت معاهم، في ناس هتخش تقول لا ام روضة غلبانه، ام روضة مش عارف ايه. طب وايه رايكم لو ورينا لكم المكالمات والفويسات اللي بينهم وبين ام روضة وهي لسه قناتها 1002، وسمعناها لكم ووريناكم قد ايه ام روضة طلع جواها شيطان سيء جدا. حب النفس خلاها تنسى كل حد عمل معاها خير ووقف جنبها.
تواصلها مع بعض القنوات مش هقول كبيرة، لا قنوات صغيرة بالفعل، بس تواصلها معاهم لمحاولة دعمها ومحاولة انها تكبر. مجرد ما بدأت القناة تشم نفسها نسيت كل الناس دي. سبحان الله، ده حتى الكلب ما بيعضش ايد صاحبه، ما بيعدش ايد اللي اكله ولو يوم واحد. لكن البني ادمين الظاهر ان هم طلعوا اسوأ من الحيوانات. الحيوانات اللي طلعت فعلا عندها رحمة، وطلعت على قناة واحدة مراوضة، قناة واحدة نقد، واللي حاولت تكسب من وراها قنوات النقد وفكرت انها هتضحك على كل قنوات النقد. بس ده اكيد مش هيحصل، لان كل المتابعين وكل القنوات عندهم وعي بكل حاجة بتدور حوالينا، عندهم وعي اللي بيسمعوه للي بيشوفوه. وعندي استعداد للناس اللي هتخش وتكذب الموضوع او تحاول ان هي تفبرك كلام او ترد عليا حتى، لان عندي اثباتات. وعندي استعداد كمان اطلع لكم مع الناس في حلقة صندوق اسود. كلام بقوله مش مرسل وخلاص. ام جنى وام راوضة جيران على راسي من فوق، بس كلمة الحق بنقولها لو على رقبتنا لو على نفسنا. اما بنغلط بنطلع نقول احنا غلطانين، احنا اسفين. اما بنعمل الصح بنطلع برضو نقول احنا صح، كله بما يرضي الله. وعندي استعداد زي ما قلت لكم ان نطلع في بث مباشر ليه؟ انا ممكن اروح للناس نفسها واطلعهم لكم في فيديو لايف، بث مباشر او فيديو حسب طلبات المتابعين اللي هيكتبوها لي دلوقتي، واعرض لكم تفاصيل الحدث من قلب الحدث. حابين تسمعوا من ام عمر مباشر بعد ما حكت اللي هي في البث المباشر اللي عملته؟ ام عمر حكت حاجات وخبت حاجات. يومي مطبخ هدى اكلات مصريه حكت حاجات وخبت حاجات، وغيرها 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 كتير جدا من اللي كانت بتتواصل معاهم ام عمر، ام ريتاج، وكانت بتطلب دعمهم وكانوا بيدعموها بالفعل. بس هي لقت نفسها الوقت بقى لها بعض الأخوة من الدول العربية اللي ميسورين الحال، اللي بدأوا يبعتوا لها هدايا ويبعتوا لها دعم مادي وكلام من ده. خلاص شايفة ان هي استكفت. بس عايزك تنتبهي يا ام راوضة ان الموضوع ما بيمشيش كده. ان الله يمهل ولا يهمل. ربنا لو اداك النهارده قادر بكره يزيلك من على اليوتيوب كله او من على الحياه. طبعا بنتمنى لك الخير عشان اولادك وعشان تربيهم وعشان تعلميهم. بس في حقائق انكشفت كتير ما كانتش منتظره من يوتيوبر وقفنا معاه ودعمناه بسبب ان احنا حسينا ان هو فعلا مظلوم ومحتاج دعم. الايام اللي جايه الظاهر ان حقيقتك هتنكشف بدري قوي قوي قوي، وهيبقى الوضع سيء بالنسبة للناس اللي دعموكي وفكروا ان انت فعلا طيبة، وبالعكس كان الموضوع اسوأ مما تتوقعوا، وكان ردود الافعال ان نكران الجميل. كلنا يا ريت نخش لام عمر وندعمها، يوميات بيتنا المتواضع ندعمها. الست دي فعلا ست صادقة وتستحق كل دعم. وكمان لو امكن ندعم مطبخ هدى اكلات مصريه. الناس ديت اللي وقفت جنب ام ريتاج وهم فعلا احق الناس بالدعم ده، مش ام ريتاج. الناس اللي وقفت معاها وسندتها وحاولت انها ترفع من قناتها الى حد كبير. اي نعم قنواتهم مش كبيره، بس بتبقى مساعده ودعم، وممكن يكون سبب نقطه في سبب ظهور ام راوضة من البدايه. وطبعا استغلال اسم ام جنى. وكمان وضح الامر ان ام راوضة استغلت اسم اختها بالفعل، واللي هي مفكره ان الناس بتعمل نفس الموضوع. وبعض المتابعين اللي بيفكروا انت بتتكلم على فلان جايب اسم فلان انت عايز تطلع على قفاك. والسؤال اللي انا دايما برد على السؤال ده باجابه سهله جدا: هو هل انتوا شايفين اليوتيوبر اللي انتوا بتتكلموا عليه قفاه كبير قوي عشان نطلع على قفاه؟ اصل لو قفاه كبير قوي ده احنا هنبقى محتاجين سلم عشان نطلع على قفاه.
يعني لو الكلام زي ما انتم بتقولوا كده، طبعا اللي بيتكلم على حسب المشاهده اللي قدامه او على حسب الشيء المطروح قدامه. بس لو معناها كده يبقى مراوضه طلعت على قفختها وعلى قفا الناس اللي وقفت معاها وسندوها، على قفا كل حد بعت لها فلوس ودعم من بره مصر، على قفا كل حد بعت لها هديه، على قفا كل حد فكر يقف معاها في ايام بدايتها واتكلمنا وطلعت بقت تعيط وقنوات النقد بيهاجموني وبعتت لي انا شخصيا على تعليق وعلى الواتس وحاولت تبرر وتبين ان ام جنى هي القاسيه الحقوده. وام جنى بصراحه ما ردتش على كل ده غير ببعض العناوين كالمعتاد. بس بعد اللي انا سمعته وشفته واللي هعرضه لكم في الفيديوهات اللي جايه هيكون خطير جدا. مش عايز اطول عليكم، انتظروا الفيديوهات اللي جايه هنعرض فيها اخطر احداث للمراوضه واللي تكشف مساوئها واستغلالها للمتابعين ولاخواتها اسوأ استغلال. وان ام جنى كان عندها حق لما قالت ان المراوضه هي اللي موتت اخوها. كل دي اسرار هنعرضها لكم في الايام اللي جايه. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. مش عايز اطول عليكم، انتظروا الحدث اللي جاي هيكون فيه معلومات مهمه جدا 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 وخطيره. والسلام عليكم ورحمه الله.